الحكم الذاتي يعني إعطاء سكان الأقاليم الصحراوية حكما محليا، أي حكومة محلية، وغيولي عنده برلمان محلي منتخب من السكان المحليين يقرر في السياسات العمومية في حال التعليم والصحة والاقتصاد المحلي والثقافة والبيئة، وحتى الشرطة والبوليس والقضاء غيكونوا محليين عندهم، أي تماما كأنهم دولة ولكن تحت السيادة المغربية، أي استمرار التعامل بالعملة المغربية الدرهم. والنشيد الوطني اللي كيجمعنا كاملين مع احتفاظ الدولة المغربية بالقرار في الشؤون الدينية والدفاعية والسياسة الخارجية. وبالمناسبة فكرة الحكم الذاتي راها مطبقة بزاف ديال الدول في العالم وخدامة مزيان. في إسبانيا مثلا إقليم كاتالونيا اللي فيه برشلونة عنده حكم ذاتي، وحتى جزيرة غرينلاند أكبر جزيرة في العالم تابعة للدنمارك بنفس النظام. وفي كندا مقاطعة كبيرة بحال مقاطعة كيبيك عندها حكم ذاتي حتى هي. والسؤال اللي كيخلع هو واش فعلا البوليزاريو مستعدين يشوفوا هذا الملف كيسالي ويحبس هنا، لأن نهاية النزاع معناها نهاية أوراق سياسية كثيرة وأوراق ضغط على المغرب كبلتنا لسنين.